بحييكم وبحيي الشعب البورسعيدي البطل، وانا سعيد بان احمد حراره معانا نموذج للبطوله، اللي البلد دي نموذج للبطوله. احنا بنرحب بكل الابطال ونحيي كل الابطال في مصر. اولا في البدايه يجب ان نحيي شهدائنا الابطال الذين سقطوا في ثوره 25 يناير. تحيه لكل شهدائنا الذين تحية لشهداء تونس وليبيا وسوريا والبحرين وكل الشهداء في العالم. والدة الشهيد محمد راشد، شهيد جمعة الغضب 28 يناير، وتعتبر أول توجيه حرب الدستور. لأن هذا الحماس وهذا الوجود وهذه الوجوه العظيمة اللي أنا شايفها قدامي سوف تصنع حزبا كبيرا، ولكن إحنا مش عايزين نعمل حزب من فوق. مش عايزين قيادات، الحزب ده مش بتاع حد أبدا. في رموز لكن الحزب ده بتاع الشباب، بتاع الجيل الصغير. أنا واقف في الشارع، فممكن أستاذ محمد أو أستاذ جورج إسحاق يجاوب على الموضوع ده. أنا نفسي في اسقاط حكم العسكر من زمان يعني، او نادتني في كل حته. انا دوري في الحزب هيبقى دور تنموي بحت، هشتغل على التنميه المجتمعيه. عيش، حريه، كرامه انسانيه، عداله اجتماعيه. الاهداف الحقيقيه اللي هي في واقع الامر تاهت وسط صراع ايديولوجي بدا بعد الثوره، ما حدش فاهم بدا ليه. واحنا دلوقتي عندنا برضه قضيه، هي قضيه التقدم الوطني، قضيه استقلال الاراده الوطنيه، قضيه استقلال القرار الوطني، لقمه العيش، الحريه، الكرامه الانسانيه، العداله الاجتماعيه، الحاجات اللي الناس ضحت عشانها بارواحها. كما كان الداعي جيدا انه لا تناقض على الاطلاق بين العدل والحريه، وان اي مشروع النهضه لا يستقيم بغير هاتين الدعامتين. والحريه بدلها لا تعني فقط حق الشعب في اختيار حكامه دون قهر او تزوير، ولا تعني مجرد الاعتراف للمواطن بحقوقه الاساسيه في مواجهه سيطره الدوله، ولكنها تعني ايضا وربما اولا حريه الوطن واستقلال ارادته في مواجهه قوى الهيمنه الخارجيه.